حالة من العشق المتبادل بين طبيب أراد أن يغرد بإبداعاته فوق أغصان اللغة العربية، وقلم انتفض بروح صاحبه فحلق به نحو العالمية. فهو أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة بورسعيد والجامعة الأهلية، الدكتور محمد الجريتلي، أو كما يطلق عليه العامة جراح الخط العربي، والذي تغزل بحروفها باحترافية شديدة كأستاذ للخط والزخارف، فتراه يتمايل يمينا ويسارا بينما ريشته تشق الصمت مداعبة كلمات خلقت لتحيا، بل لعلها تحيي قلوبا تتلمذت على يد عالم لغوي مصري أصيل قليلا ما يجود به الزمن. أنا الدكتور محمد الجريتلي، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام كلية الطب جامعة بورسعيد، وأستاذ الخطوط العربية والزخارف بمعهد بورسعيد للخط العربي التابع لوزارة التربية والتعليم، وأستاذ الخطوط العربية بمدرسة خضير البورسعيدي التابعة لوزارة الثقافة، وهي في مكتبة مصر العامة ببورسعيد. الحقيقة أنا بحب الخط من صغري، وبعدين لما ربنا شاء درست الخط العربي ولقيته إن هو فن عظيم جدا، ولقيت إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما حفظ القرآن الكريم واللغة العربية اللي نزل بيها، كمان حفظ الخط العربي اللي كتبت به آياته الكريمة. ويمكن هو ده السر في بقاء وصمود فن الخط العربي كفن أصيل ومتميز من قديم الأزل لحد النهاردة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحقيقة لما درست الخط العربي وكنت بطلع الأول على الجمهورية كل سنة والأول على بورسعيد، حبيت الخط العربي جدا، وحسيت إنه هو الفنان بيمارسه عشان يتقرب إلى الله وإلى القرآن الكريم وإلى اللغة العربية اللي هي هويتنا واللي لازم نحافظ عليها. حسيت إن الخط العربي مش مجرد خطوط بنكتبها بطريقة جميلة وزخارف بديعة علشان نحطها في لوحات نزين بها الجدران، ولكن هو فكر وإبداع وانعكاس لأحوال الناس، حزنهم وأفراحهم. علشان كده اهتميت بالخط العربي وحسيت إنه هو فن أصيل ومش لازم نسيبه للزمن يتنسى بعد ما دخلوا الكمبيوتر ووسائل التكنولوجيا الحديثة اللي ما قدرتش أبدا تنهي فن الخط العربي، لأن الخطاط لما بيكتب بإيده بيعكس شخصيته وروحه بتبقى باينة في الخط، نبضات قلبه. لكن خط الكمبيوتر بيبقى جامد ما فيهوش روح ولا حياة. وأنا رأيي إن الخط العربي كائن حي، لو دخل الكمبيوتر فقد الروح. الحقيقة ناس كتيرة تقول لي ايه علاقة جراحة العظام بالخط العربي، واحنا فكرنا ان الدكاترة خطهم مش حلو، فمستغربين يعني ازاي انا في جراحة العظام وبكتب الخط العربي وبدرسه. الحقيقة انا طول عمري بعلم الأطباء ازاي يعملوا جراحات العظام، ولما درست الخط العربي لقيت فيه علاقة كبيرة جدا ما بين قلم الخطاط ومشرط الجراح. لقيت ان الاتنين عايزين أستاذ، لازم أستاذ يعلمهم للطالب، ويكون هذا الأستاذ محب ومخلص. محدش هيقدر يعلم حاجة غير إذا كان بيحبها
وعايز رضا ربنا بأنه ينقل هذا العلم إلى الأجيال الجديدة. الاتنين عايزين يتعرفوا ازاي تمسك المشرط او ازاي تمسك القلم، وتحط زاويته ازاي على الورق، وتتحرك ازاي سواء بالقلم او بالمشرط، وامتى تخيف في ايدك عشان ما تأذيش الشرايين ولا الاوردة ولا الاعصاب اللي تحت الجلد، وامتى تقف وامتى تنتهي. في كلام كبير جدا وفي علاقة كبيرة جدا ما بين قلم الخطاط ومشرط الجراح. علشان كده ما لقيتش تعارض بين شغلي كأستاذ ورئيس قسم جراحة العظام وبيني أستاذ للخط العربي والزخارف. كتابة المصحف الشريف هي درة تاج الدكتور محمد الجريتلي، والذي استطاع أن يدخل بها إلى موسوعة الأرقام القياسية، إضافة إلى ما سطر عنه في محرك البحث جوجل. وأنا بكتب الخط العربي وبعلمه للطلبة كنت مستغرب إن وأنا بدرس الطب وجراحات العظام إيه اللي خلاني أتوجه لدراسة الخط، لحد ما كتبت المصحف الشريف كله. بدأت أكتب المصحف، جبت مصحف فاضي خالص عبارة عن ورق أبيض، وجبت بوصة بريتها 1 ملي، وجبت دواية الحبر، وكنت باخد من الحبر واكتب في المصحف. قعدت أكتب فيه من أول صفحة لآخر صفحة، كتبته في 3 سنوات بالتشكيل بعلامات الوقف. الحقيقة كانت متعة كبيرة جدا ليا. وكنت لما أكون مثلا متضايق من شغل أو من أحوال الدنيا بصفة عامة وأقعد أكتب بعض الآيات أو عدد صفحات من القرآن، كنت بحس براحة كبيرة جدا. وحسيت ساعتها إن ليه ربنا وجهني لدراسة الخط العربي وإن أنا أدرسه للأجيال اللي بعدية علشان أكتب المصحف وأخد ثوابه. وربنا وفقني لكتابته في 3 سنوات والحمد لله. أكثر من 20 معرضاً داخلياً إضافة إلى 10 معارض خارج مصر هي حصيلة مشاركات الدكتور محمد الجريتلي، والذي يعمل إضافة إلى كونه أستاذاً بمدرسة الخط العربي والزخارف في بورسعيد، وكذلك مدرسة خضيرة البورسعيدي للخط العربي، يعمل كناقداً رفيع المستوى للخط العربي على مستوى الوطن العربي كأحد حراس المهنة الأجلاء. عملت معارض كتيرة جدا في مصر وخارج مصر. عملت معارض كتيرة جدا في بورسعيد وفي القاهرة، في بيت السناري وبيت بيت السحيمي ودار الأوبرا المصرية، وفي الأزهر الشريف عملت معارض، وفي أسيوط وفي اسكندرية عملت معارض كتيرة جدا في الخط العربي. وخارج مصر عملت معارض شاركت فيها في الأردن والعراق والجزائر وفي الدنمارك. الحقيقة المعارض دي كنت بعرض فيها لوحاتي المختلفة، والحقيقة كانوا المشاهدين وزوار المعارض دي بيبقوا مبهورين ومبسوطين جدا. وبعد المعارض الكتيرة اللي عملتها اختاروني كناقد لفن الخط العربي على مستوى الوطن العربي، وده عمل بعمله وبحس فيه إن أنا بساهم وبساعد في إثراء فن الخط العربي. في اللوحة دي حضراتكم أنا حلمت إن الملايكة
نزلوا يوم القيامة كما وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات، وأخدين المؤمنين والمؤمنات وطلعين بيهم على الجنة في مجموعات. فكتبت 3 آيات من سورة فصلت، قلت فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللوحة دي عرضتها في معرض في الأزهر، وكانوا شيوخ الأزهر مبهورين جدا إزاي أنا خدت 3 آيات من سورة فصلت ووظفتهم بالشكل ده عشان أبين إن الملائكة واخدين المؤمنين والمؤمنات وطلعين بيهم في مجموعات إلى الجنة بإذن الله.